يابا شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ يابا اعتذر صار لي كم يوم ما منزل لكم اي شيء جديد. فان شاء الله اليوم وصلني شغلة مميزة وشغلة جديدة بعد عناء اشهر من الانتظار. وصل هذا الحمام من اوروبا، استيراد اوروبا. هذا الحمام كلفني مشقة الطريق والانتظار والبحث لحد ما لقيناه ولحد ما حصلنا عليه، يعني من الجناي اللي قبل يعطينا هاي المستويات. لان تعرفون هذا الحمام نادر، واكو دول دا السحبه مثل ما تعرفون بالاونه الاخيره. الصين دا تسحب حمام من كل العالم، فسحبوا هذه السلاله فشحت وجنايتها قامت ما تبيع. فبعد عناء يعني الصراحه انا جبتهم برد لانه مو طيران. فهذا الحمام طلع من اوروبا، وصل على رومانيا، من رومانيا الى بلغاريا، من بلغاريا الى تركيا، من تركيا الى كردستان، من كردستان الى بغداد. والتقيس ايش قد طول هاي الفترة. الحمام يطلع مثلا اليوم طلع من الجناي، وصل الاطراف الحدود الدولة لحد ما ترتب الوضع، لحد ما عبرناهن من الحدود طلعا وصلا للعاصمة مال الدولة الثانية. من يطبن الدولة يبقى بمكانين، وكل مكان يبقى لهن 3 أيام 4 لحد ما نطلعهن. فمشقة يعني طولت أشهر الصراحة، والبحث اللي عليهن طول حوالي، ما أكذب عليكم إذا أقول لكم طول سنة لحد ما وصلنا لهاي المستويات. كثير من الشباب أخواننا الجناية دي ينشرون من هذا الحمام، ويقول لك هذا الحمام موجود بالعراق وبكثرة، وواحد ينشر لي منشور، يعني مع احتراماتي لهم، ينشر لي منشور مطلوب من هذا الحمام بسعر مناسب. حبيب قلبي هذا الحمام مو موجود بالوطن العربي بهيك مواصفات وهيك مستويات. هذا الحمام كله محلق 24. جبت زوج اسود وزوج هذا التشينو الطاخ اللي يسموه دميري. زين حبايب، هذا الحمام اللي وصلني، وان شاء الله القادم افضل. ارتقاء بالهواية مثل ما قلت لكم، انا دائما محتواي اقتناء الحمام النادر والمميز بكل العالم. وين ما يكون بكل العالم نقتني اي حمام غريب نادر مميز. فان شاء الله هذا اللي وصلني، وراح ان شاء الله بالايام الجايه انا اشرح لكم باقي التفاصيل، وان شاء الله نشوف بيهن خير ونتوفق بيهن. زين حبايب، مشاهدة ممتعة، وان شاء الله تستانسون بهذا الحمام. وهذا ان شاء الله دعم للهواية، لان انا من دخلت للعراق لان شيء مو موجود مثل ما وصلني اليوم باكر يوصل لك من دخل البلد اللي انت موجود بيه، فصار قريب عليك. ان شاء الله بالايام القادمة نكاثر بيه، وباذن الله نقدر نطلع لكم من عنده. هذا الحمام كل ما يتقدم بالعمر كل ما الثومه مالته تكبر والجفن يثخن، زين، والبطن بعد تعرض وتنزل. هذه مواصفاته. اللي يسألون عن هذا الحمام، هذا الحمام مطيار، اي اكيد يطير، بس مو فك وهيك امور، يعني مطيار اعتيادي، مو فك وذكاء وهيك امور ومسافات وسباقات. لا ما بي هيك امور. هاي سلالات نادرة تتربى على ندرتها وشكلها ومواصفاتها. اكيد هي اذواق، كل واحد ويشوف الحمام جميل بعيونه والفصيلة اللي تناسبه. نعتذر عن الاطالة، وان شاء الله القادم افضل. تحياتي اخوكم علي صبري. لا تنسون قبل كل شيء اشترك لي بالصفحة قبل لا تطلع. وبالختام تحياتي لكم.